السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده هنتكلم عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري. طبعا ماتش كان جميل جدا جدا جدا. هنتكلم عن اول حاجة ان هو مباراة كانت سجال بين الفريقين رايح جاي، مفيش غير بس هي ضربة الجزاء كان بيحاول زيزو ياخدها داخل منطقة الجزاء، وللأسف هي مش ضربة جزاء. ماتش طول الوقت فريقين خايفين من بعض، بيحاولوا ان هو كل فريق يحاول يخطف الهدف، بس للاسف الماتش كان بطيء جدا طول الشوط الاول حتى الدقيقه 45. في دقيقتين بدل الوقت بدل من الضائع حاول فريق الزمالك ان هو يخطف هدف، بس للاسف انتهت الشوط الاول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. مش عارف ليه تملي الزمالك والاهلي يجوا في دقيقتين من الوقت بدل الضائع، تحس ان الفريقين بتحس بقى ريال مدريد او برشلونه بيلعب في الملعب، وطول الماتش ما بيعملش اي نتائج. جينا للشوط التاني. طبعا الشوط التاني للاسف انا كنت منتظر حاجة تانية، لقيتها حاجة تالتة خالص. الماتش ما كانش فيه اي كورة، بس ما فيش غير في الدقيقة من 70 لغاية الدقيقة 90 محاولات بسيطة من نادي الزمالك لخطف جون الفوز، لكن للأسف الاتحاد كان واقف لهم بكل قوة، وبالذات حارس الاتحاد السكندري. في كورة صدها من إمام عاشور كانت هي أهم وأقوى كورة طول المباراة، بس للأسف الحارس خرجها قبل ما تدخل سقف المرمى. بصراحة كده خلينا نتكلم بصراحة، أكتر حد قدم مباراة واقعة في الماتش النهاردة هو جماهير الزمالك. كانت عاملة مباراة واقعة طول الماتش، لكن الفريقين كانوا خايفين من بعض. المباراة كانت بطيئة كعادة مباريات الدوري المصري. الدوري المصري الفاشل لا يصلح ان هو يكون فيه كورة اساسا. للأسف المباراة انتهت التعادل ما بين الفريقين السلبي بدون أهداف. طبعا المباراة انتهت لصالح لاعبي الاتحاد، لأن لاعبي الاتحاد بالتعادل ده كده هم عززوا موقفهم وأخدوا روح معنوية عالية جدا في الدوري، هتنفعهم في بقية المباريات الجاية. طبعا من أفضل اللعيبة في المباراة النهاردة هم إمام عاشور، دونجا، والمدافع حسام عبد المجيد. هم دول افضل ثلاثة في نادي الزمالك النهاردة في المباراة. وزيزو برضك لعيب كويس، بس زيزو لو عمل مباراة قوية زي ما بيعمل قصاد الاهلي هيبقى في حتة تانية. طبعا هنتكلم على مباراة مهمة بتاعت مصطفى محمد، كان بيلعب النهاردة، كان الساعة 8 مع نانت الفرنسي قصاد اولمبيك ليون. طبعا اولمبيك ليون من افضل الفرق في العالم في الدوري الفرنسي. طبعا ان انت فريق نانت يقابله، فريق نانت برضك مش فريق قوي جدا في الدوري، بس بيحاول ان هو يجيب لعيبه ويدعم الفريق ويبقى وينافس. طبعا ان انت بتلعب في الدرجه الاولى في الدوري الفرنسي دي حاجه كويسه، وان انت بيلعب في الفريق ده لاعب مصري حاجه كويسه جدا جدا. هو من افضل المهاجمين المصريين. مصطفى محمد ادى اداء متوسط، وللاسف معهوش فريق قوي ان هو يساعده ويديله كور كتير على اساس يقدر يخطف منهم اي هدف، فبتجيله فرصه كل فين وفين فما بيقدرش يسجل هدف داخل شباك الفرقة الأخرى. طبعا انت كنت النهاردة بتقابل ليون، فريق مش سهل خالص، فريق بينافس على الدوري، فكويس ان انت خرجت التعادل وده في صالح نانت. يلا هارد لك لليون ومبروك مصطفى محمد.